معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه. ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا روم الأميال. لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال. مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بنور العلم أسراره وجعل الطالب فيه السيد مطماره. وأظهر بنور العلم أنواره ومنح العقول بنعمة الأدراك واستبصاره. فتبارك من علم القلم وفضل العلماء على سائر الأمم. والصلاة والسلام على من بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب خير من نطق بالحق وبلغ الرسالة الشكور. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السادة العلماء الأجلاء والمعلمون الأفاضل وأولياء الأمور الكرام والآباء والأمهات الأعزاء والضيوف الأعزاء والزملاء الخريجين والخريجات الأفاضل. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بكم أيها العلماء الأفاضل والمعلمون المكرمون والحضور الكرام. أنتم قادة الأجيال وسراج المحافل. يا من حضرتم فزال مكان بنوركم وتزين المحفل بحضوركم. يا من فاح الحديث بذكركم وتعذر المجلس بوجودكم. نرحب بكم بكل الترحيب ونقول أهلا وسهلا حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، قد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هذا الحديث يا عباد الله فيه فضيلة لأهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، أضافهم الله عز وجل إليه تعظيما وتشريفا لهم. وهذه المنزلة العالية يا عباد الله لا ينالها كل من قرأ القرآن أو حفظه، فإنه لا يقتفى بتلاوة القرآن أو حفظه حتى يكون الواحد من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، بل حتى يتلو القرآن حق تلاوته. قال الإمام الأجري رحمه الله وهو يتكلم عن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، قال: أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بالأخلاق الشريفة التي تبين به عن سائر الناس. هذا لنعلم يا عباد الله أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته قد تميزوا بميزات حتى ساروا كذلك، وإن من أعظم ميزاتهم ما أشرت إليه يا معاشر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo jeedin rabaa qur'aanka kariimka ayaan ka soo jeedin rabaa oo tafsiir ah suuratu zumar. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ على أفوفي في الصور سورك يا لا أفوفي فصعق ويسوحين أم ويلنتين من في السماوات عررك كسوا يومهم في الأرض دلوك كسوا إلا من قفك شاء الله إلهي دون مويان. ثم ينتز داوداد نفخ على أفوفي في سورك دحديثة أخرى مركلة فإذا هم واويق وقيام تاتاغا ينظرون في رنايان. وأشرقت ويفتي الأرض دلك بنور ربها ربي افتنكي سيلي افتي. ووضع الكتاب كتاب كنوال سودجي وجيء وحال لي مدى بالنبيين أنبيذي والشهداء كوي مرقات يا شاي
أما كوي شهيدين أما ملائكتي وقضي ولا حكمي بينهم لحظة بالحق حق يالوك الحكمي والحال هم يو لا يظلمون لظلمين ووفيت ولا وفي كل نفس النف والباء ما عملت وحي سمين جرتي خير ما شر هاي ما عملت وحي سمين جرتي خير ما شر هاي وهو أسأل أعلم وقعي ما يفعلون وحي سمين يعني وسيق والك حي الذي كوي كفروا قالوا إلى جهنم حق إذا يالوك حي زمر حالك وعكو حيين حتى إذا جاءوها مركي مادين فتحت ولا فري أما فتحت ولا فري أبوابها الباب إذا يال فري وقال وحي راضين لهم يغا خزنة عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن أبي عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه الله كره النقضي قال وحيري حدثنا وحينا ورمي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم نبتقلين عريس كركي ساعته وهو نبيه الصادق رمبدن بوها المصدوق رنتي سنولر ميستو إن أحدكم أحد كينا يجمع وعالسكو كلمي خلق وورتان كيسا في بطن أمي. الله الرحمن الرحيم. والإسلام والدين الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وسعادتهم. أركان الإسلام. أركان الإسلام 5. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ معناه أعتقد أن الله واحد لا شريك له في عبادته ولا في ملكه. ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ معناه أعتقد أن سيدنا محمد رسول الله لجميع الخلق ويجب طاعته فيما أمر وتصديقه. وبركاته. halkan waxaan ka soo jeedinayaa kitaabka هداية المستفيد إيس وعد. سؤال: ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟ جواب: التجويد لغة الاتيان بالجيد، واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما. سؤال: ما غاية علم التجويد؟ جواب: غايته بلوغ النهاية في الإتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية، وقيل غايته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. سؤال: ما حكم الشارع في علم التجويد؟ جواب: ورحمة الله وبركاته. مع الآيات سافر بي إلى الآفاق يا قلبي، وبالقرآن شرفني بقرآني، وخذ بيدي إلى ربي بقرآني وإيماني. جميل حينما أتلو وحين تدبري يحلو، به وبنوره يانو معانبه ذا دربي، له في العالمين سدى به شرع وفيه هدى، وليس بما أحاط مدى بقرآني كلام الله. السلام عليكم. ardayda daarulfijirka sow خلاصة النور اليقين من سيدنا المرسلين من سيدنا المحمد هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل. لماذا جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره؟
من أي قبيلة أبواه؟ وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. ما نسبه من جهة أبيه؟ والده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. ما نسبه من جهة أمه؟ وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. متى ولد؟ ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. أين ولد؟ بمكة. لماذا سمي عام ولادته عام الفيل؟ وسمي عام ولادته عام الفيل لأن ملك الحبشة أرسل عام ولادته جيشا إلى مكة وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم. من أرضعته بعد أمه؟ خاتمة عمي أبي طالب ثم حليمة السعدية. بضيق الوقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا روم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال. مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. ونمد
يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال، نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما، تبصرة تدعو لحياة أكثر